السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. كلاكيت سادس مرة أنا بسجل الفيديو دوت النهاردة 26 الساعة 5:15، وهو المفروض هينزل النهاردة كمان، هينزل على الساعة 11. فالله الوكيل بقى. يعني جيل التسعينات بشكل عام كنت قاعد بفكر في الموضوع دوت. فاحنا كان عندنا حوار او كان منتشر في وقتنا حوار الذاكره، اللي هو انت ازاي تحافظ على الذاكره بتاعتك، محتاج تاكل ايه الروتين اللي المفروض تعمله لحياتك عشان ذاكرتك تبقى كويسه. بس احنا نمنا صحينا مره واحده لقينا الموضوع كبر اكتر من الذاكره، وبقى فيه تعفن دماغ واتنشن سبان قليله وشويه حوارات كده مكعبله. وانا كشخصي زي ما انتم شايفين كده انا انسان عبثي بيحاول يفهم هو ايه اللي بيحصل. ف كلنا بنقعد نسكرول كتير على انستجرام وعلى تيك توك، ولو انت انستجرام عندك بيظهر لك ناس بتقدم محتوى نافع ليه علاقه بالمنتال هيلث او الصحه النفسيه. فانت اكيد قابلك ناس كتير بتتكلم على ازاي تظبط الاتنشن سبان بتاعتك، ازاي تطلع من حاله البرين فوج او البرين روت اللي هو تعفن الدماغ او ضبابيه التفكير. ولكن بالنسبه لي انا ما قدرتش اشوف حاجه ساعدتني بشكل عملي. عشان كده وعشان النية الأساسية اللي أنا عامل بيها كل الفيديوهات ديت، ألا وهي إنه أنا بحاول أفهم إيه اللي بيحصل عشان أحسن حياتي بأكبر قدر واقعي وعملي ممكن. لأن إحنا ممكن نقعد نقرا كلام كتير عن إزاي حياتنا تبقى أحسن، بس لما نيجي نبص نحاول نطبقه على أرض الواقع نلاقي الدنيا مكعبلة أو مش مناسب مجتمعنا وبيئتنا. فعشان اقدر اقعد اكلمك في احنا ازاي بقى، يعني احنا المفروض خلاص السلسله الجايه او مجموعه الفيديوهات الجايه هبدا بقى اتكلم بالتفاصيل عن ايه هي احتياجاتنا كبني ادمين. وده بناء على هرم ماسلو اللي انا كنت بديت بيه في الاول خالص، بس اظن ده دور ان احنا نقعد نفضفض فيه شويه، وهيبقى فيه بعديها سلسله اخيره عن بقى فعليا يعني ايه انسان ويعني ايه انسان سوي. بعد السلسلتين دول او بعدهم حوالي 8 فيديوهات هبدا بقى يعني اتكلم في توبكس مختلفه كلها ليها علاقه بعلم النفس والفلسفه. هدردش معاك عشان دماغنا تبقى فايقه ودماغنا تبقى واعيه، ونبقى اقرب حاجه اللي كنا بني ادمين الى حد ما نقدر نقول على نفسنا مثقفين بثقافه نافعانا. فالنهارده زي ما قلت لك دي سادس مره اسجل فيها الفيديو دوت، فان شاء الله تظبط، ان شاء الله كل حاجه تبقى شغاله تمام. انا بكتب سكريبتات عشان اللي بدا معايا او اتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي بدات بيها انا من غير سكريبت بشطح. فاولا انا احب اشكر كل الناس اللي بتعمل كومنتات، احب اشكر كل الناس اللي بتدردش معايا وبتسال معايا، احب اشكر الناس اللي جت معايا على انستجرام عشان الدنيا هناك بالنسبه لي اكتف بشكل يومي اكتر، فبقدر ادردش اي افكار عبثيه او اي حاجه عبثيه قريتها فبقدر اشاركها هناك. فاتمنى اشوفك على انستجرام. اخيرا وليس اخرا اعمل قهوتك، اسمعني، اديني من وقتك، شوف الفيديو دوت على مراحل. لو انت فعليا شخص بتحاول تساعد نفسك ان انت تبقى واعي بنفسك وعي نافع مش مجرد وهم الوعي وخلاص، وده موضوع هنتكلم فيه كمان كام فيديو. فاتمنى اشوفك عامل لي سبسكرايب ومتابعني على انستجرام، واتمنى اشوفك في الكومنتات، ده اهم من الاتنين اللي فاتوا. انا مش عالم في اي علم من العلوم اللي احنا هنتكلم فيها ديت، ولا انا دارسها بشكل مختص. انا زي ما قلت لك انا زيك، احنا الاتنين زي بعض، لا انت احسن مني ولا انا احسن منك. ولكن انا زهقت من فكره ان انا تايه في حياتي او كنت تايه في حياتي لفتره طويله، وزهقت من كلام التنميه البشريه ومقتطفات علم النفس اللي بتبقى مقتصه من باقي الحياه ومن باقي العوامل الخارجيه بتاعتها، اللي بتبقى مجرد نصايح: 3 حاجات لازم تعملها، و5 اكلات لازم تاكلهم، و4 تمارين اعملهم، وواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كلنا عارفينها هي مفيدة، بس في حاجات بتقال بتبقى مقتصة من السياق بتاعها. فأنا عشان ما اقتصش من السياق دوت أنا بحب أروح أبحث، أشوف أبحاث علمية، أشوف آراء أكاديمية، أحاول أفهمها وأجمعها وأربطها ببعض. وعشان كلنا نقدر نعمل كده إحنا لازم نحاول، مش هكلمك إن إحنا نتخلص من تعفن الدماغ بتاعنا، ولكن نرجع للأساس بتاعه، نرجع للذاكرة. تعفن الدماغ هو عدم القدرة على التركيز لفترة طويلة وعدم القدرة على استرجاع المعلومات بشكل قوي. فليه ده بيحصل؟ ده اللي أنا كاتبه وده اللي إحنا جايين نتكلم فيه. بعتذر إن المقدمة طويلة، بعتذر لو لقيتني بقطع أو بسكت في أي وقت في الفيديو ده، عشان ببقى يا كنت كاتب الكلام ده في لحظة أنا مش فايق فيها فالكلام مش مقروء كويس، يا إما كنت كاتبه بصياغة معقدة فبحاول أبسطها شوية. احب اشكر جدا كل الناس اللي كانت بتقول لي في الكومنتات على فكره ان العشوائيه والتلقائيه ديت
لطيفه، لان تاني احنا كلنا زي بعض. انا مش جاي اعمل الموضوع عشان اتشهر، انا جاي اعمل الموضوع عشان ان الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولو ليا ثواب في الكلام دوت كله فيا رب انوله، ويا رب انت تنوله في ثوابك على جهادك لنفسك. انا معايا قهوتي، فهتلاقيني كل فتره كده بوقف اشرب، معايا السكريبت بتاعي، فهتلاقيني كل فتره بقعد اقرا او بقطع في القراءه. بس استكمالا لهدفنا في كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها ديت، اننا نكون بشر اسوياء نفسيا وفكريا باكبر شكل واقعي وعملي ممكن. فتعالوا نحاول مرة كمان بس بجد نفهم يعني ايه تآكل الدماغ الرقمي، ويعني ايه الذاكرة التبادلية وانواعها. فاحنا مش جايين نقول، او انا مش جاي اقول لك اللي هو ان احنا محتاجين نقفل تليفوناتنا، او محتاجين نقلل السكرين تايم بتاعنا، او الكلام اللي كلنا سمعناه كتير بس مش بنعمله. احنا جايين نفتح دماغنا شوية، ونفكك الميكانيزم العصبي والنفسي اللي بيخلينا وبيخلي عقلنا يرمي المعلومات والذكريات بتاعته بسرعه، وازاي نرجع نبني لياقتنا الذهنيه من جديد. بس عشان نفهم العجز دوت جه منين، لازم في الاول نعرف الخريطه. ذاكرتنا مش صندوق واحد، الذاكره مش جزء واحد في الدماغ، ومش فانكشن واحده او مش وظيفه واحده بنرمي فيها كل حاجه. هي سيستم منظم. فخلينا نبدا نتكلم فيه شويه. النموذج الأساسي للذاكرة اللي وضعه الباحثين ريتشارد إتكنسون وريتشارد شيفرن سنة 1968 بيقسم الذاكرة لطبقات. الطبقات دي بالتتابع: عندك الذاكرة الحسية، والذاكرة الشغالة أو العاملة، والذاكرة طويلة المدى. والذاكرة طويلة المدى ليها نوعين تانيين: الذاكرة الدلالية والذاكرة السردية. كان في حد كان قال لي ان انا ابقى احط دايجرامز في الفيديو وما الى ذلك. دي خطوه انا ممكن اعملها في باقي الفيديوهات الجايه، دي خطوه انا بعملها في الفيديوهات اللي على انستجرام. ولكن انا هدفي اكتر دلوقتي مش اني اوفر ستيميليت دماغك بحاجات بتظهر قدامك على الشاشه، على قد ما هدفي ان انت تكون بتدون معايا وبتكتب معايا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، وابحث عنه واعمل انت الدياجرام بتاعك وشاركه معايا. والدياجرامز ديت حاجه انا ممكن بعد كده ابقى اعملها وانزلها على انستجرام لوحدها. بس المهم، الذاكره زي ما قلنا حسيه، عامله، طويله المدى، منقسمه لدلاليه وسرديه، وبعد كده بيجي بعديها الذاكره الاجرائيه. الذاكره الحسيه او السنسوري ميموري هي ديت الذاكره اللي بتمسك المعلومات اللي جايه من حواسنا، سواء السمع، النظر، الشم، اللمس، التذوق. اكبر مثال ليها كان بيقول لك ان انت لما بتيجي تعدي ايدك قدام عينك، انت بتشوف زي طيف لايدك. دي الذاكره الحسيه، دي الذاكره وهي بتحاول تلقط المعلومه من حواسك. بيجي بعديها الوركينج ميموري او الشورت تيرم ميموري، الذاكره العامله او الذاكره قصيره المدى. دي المساحه اللي مخنا بيقدر يمسك فيها معلومه ويشتغل عليها في اللحظه الحاليه. زي لما حد يملك حاجه ويقول لك ايه، حد يملك رقم ويقول لك سجله، او حد يبقى بيملك معلومه وانت لسه محتاج تروح تدور على ورقه وقلم وتكتبها. بيجي بعديها طبعا الذاكره طويله المدى او اللونج تيرم ميموري، وده تقسمها الباحث اندل تولفينج سنه 1972 لنوعين: دلاليه سيمانتك ميموري، والذاكره السرديه الابيسودك ميموري. السيمانتك ميموري او الدلاليه ديت اللي مسؤوله عن الفاكتس او الحقائق اللي انت اتعلمتها في حياتك. عواصم الدول ايه هي، درجه غليان الميه ايه هي، ازاي الفاكتس ذات نفسها. لو هنيجي نتكلم على الذاكره المسؤوله عن ازاي بنعمل حاجه، ديت الابيسودك سوري، ديت هاجي لها كمان شويه. بس الذاكره اللي بتيجي بعديها بتبقى الذاكره السرديه بعد الدلاليه اللي مسؤوله عن المعلومات المطلقه اللي انت عارفها. بتيجي الذاكره السرديه، ودي بتبقى مسؤوله عن الاحداث الشخصيه المربوطه بزمان ومكان معين. هتفتكر بقى حفلة التخرج بتاعتك، هتفتكر أول مثلا بريك اب أنت مريت بيه، هتفتكر آخر لحظة أنت كنت مبسوط فيها من قلبك. الحاجات اللي مرتبطة بأحداث ومكان. بيجي بعد كل دول الذاكرة الإجرائية أو البروسيجر ميموري. ديت اللي وصفها لاري سكواير في الثمانينات إن هي ذاكرة إزاي بتعمل حاجة. إزاي بتعمل حاجة دي إحنا هنتكلم هنا عليها إن هي بتبقى حدث أوتونوموس أو حدث تلقائي، أنت مش محتاج تفكر فيه وأنت بتعمله. هي بتبقى حاجة زي مثلا لو أنت بتسوق عربية، فإزاي بتسوق العربية؟ أنت مش محتاج تقعد تفكر في كل الستبس بتاعت سواقة العربية. لو بتسوق عجل، لو في جزء من شغلك هو جزء تلقائي، فأنت عارف الخطوات اللي أنت بتعملها. ديت بتبقى اللي مسؤول عنها الذاكرة الإجرائية.
لما بنيجي بقى بنتكلم عن تأثير التكنولوجيا، احنا بنتكلم تحديدا عن جزئين او عن نوعين اساسيين من الذاكرة، الا وهو الدلالية والسردية، ودول اللي بيحصل فيهم حالة تآكل الحقائق والخبرات اللي بنبني بيها فهمنا للعالم، مش الذاكرة الإجرائية أو البروسيجر ميموري اللي هي مسؤولة عن الخطوات اللي أنت بتعمل بيها الفعل اللي أنت متعود عليه. طيب احنا كده بقينا فاهمين السيستم بتاع الميموري في مخنا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ليه عقولنا بتنسحب تلقائيا وبتستسهل التخلي عن تخزين او عن عمليه التخزين الداخلي، وده اللي بينتج عنها ان انت مش قادر تفتكر حاجه على فتره طويله، وبينتج عنها ان انت مش قادر تركز في حاجه لفتره طويله. على عكس ادب علم النفس او علم النفس الحديث الحالي الرائج، بلاش الحديث الرائج حاليا، اللي بيتكلم بسياق ان الكسل، وسياق ان احنا ارادتنا ضعيفه ولازم تقوي ارادتك وانت تستطيع فانت تقدر، وكل الكلام المبهم من خطوات علميه تعمله بعديها. في حاجه بتحصل في مخنا هي تقاطع لاربع ابعاد واربع علوم: علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاعصاب، وفي جزء ليه علاقه بعلم الاقتصاد. فخلينا نتكلم في الموضوع ده بتفاصيل شويه عشان نفهم الروت كوز بتاع الموضوع او العمق الازمه اللي احنا فيها في عصرنا الحالي. لازم نبص على الابعاد مش كاسباب منفصله لكن كحلقات متداخله، لان صدق او لا تصدق، وده السبب ان انا بحاول التزم بسكريبت الى الان، الحياه كلها متداخله ببعضها والعلوم كلها متداخله ومبنيه على بعضها. فكره ان احنا بنفكك كل شيء من بعضه عشان نفهمه على انفراد، بعد كده بننسى نربطه ببعض، ده اللي بيخلي الحاجه ما يبقاش ليها لونج تيرم افكت علينا. فاحنا هنبدا من الاساس، الا وهو الزاويه النفسيه او علم النفس. علم النفس بيتكلم على حاجتين في النقطه دي، الا وهو التفريغ المعرفي والكسر التطوري. انا في الحته دي هلتزم باللي انا كاتبه عشان هو كان كافي وافي من وجهه نظري الصراحه. الاساس بيبدا من طبيعتنا البيولوجيه كبشر. المخ البشري عضو بيستهلك طاقه ضخمه جدا، حوالي 20% من طاقه جسم الانسان. عشان كده احنا متبرمجين بيولوجيا في الايفولوشن سايكل بتاعتنا او في مراحل التطوير او التطور بتاعتنا كبشر، ان احنا نوفر الجهد العقلي دوت. الباحثين ايفان ريسكو وسام جيلبرت سنه 2016 وثقوا ظاهره التفريغ المعرفي او الكوجنيتيف اوفلودنج. عقلنا دايما بيدور على اي اداه خارجيه يرمي عليها الحمل عشان يوفر طاقه. زمان كنا بنفرغ دوت فرع وقلم، لو حد فاكر التليفونات الارضيه كان دايما محطوط جنبها الكتيب او الاندكس، مكتوب فيه كل ارقام العيله والصحاب والسوبر ماركت او البقال، وكل ارقام اي حد احنا احتفظنا برقمه في فتره ما. دلوقتي الموبايل بقى بيديك مساحه لا نهائيه، انت بتسجل الرقم، مش محتاج تقعد تفتكر الرقم ده كان محطوط في انهي حرف او الشخص كان اسمه ايه، انت بتفتكر بس انت كنت كاتبه ايه. عقلك بيسأل نفسه اتعب نفسي واحفظ ليه طالما الاجابه على بعد ضغطه زرار او على بعد سيرش بسيط، فانا ليه احتفظ بالمعلومات دي في دماغي؟ لو هنتكلم من زاويه الاقتصاد، فاحنا في حاجه دلوقتي اسمها اقتصاد الانتباه او attention economic، وده ليه استغلال بيولوجي. ده هنا بيجي دور النموذج الاقتصادي اللي بيستغل الكسر التطوري دوت، زي ما وثقه تيم وو في كتابه تجار الانتباه او The Attention Merchants. وبرضه اتوثق في حاجه في فيلم وثائقي اسمه ذا سوشيال ديليما. المهم انت عندك منصات السوشيال ميديا، هي بدات في الاول كوسيله للتواصل الاجتماعي وان هي تقرب الناس من بعضها اكتر. للاسف دلوقتي الموضوع ما بقاش كده. المنصات ديت هي مش بتبيع لك خدمه، هي بتبيع انتباهك انت للسبونسرز، للبراندات اللي عايزه تعمل اعلانات عشان تفضل موجود اطول فتره ممكنه. فعليا والموضوع دوت، واللي متابع السوشيال ميديا بشكل مهني اكتر هيبقى فاهم كم القواضي اللي حصلت مؤخرا على الموضوع دوت. بس هي الابلكيشنز والالجوريثمز بقت متصممه بحيث ان هي تلغي اي احتجاج او مجهود عقلي ممكن تبذله. هم بيوفروا لك تدفق مرن او فريكشنلس فلو.
فيديوهات قصيره في مواضيع انت مهتم بيها، مواضيع بيبقى لها تاثير نفسي وليها ابعاد نفسيه عليك، وتلاقي في النص طلع لك سبونسر على حاجه انت بتدور عليها، او سبونسر على حاجه تعزز عندك رغبتك في انك تشتري عشان تنسى الحاجات اللي انت مضايقاك. سواء بقى هنتكلم اكل، لو انت بنت هيبقى بيظهر لك اكل، ميك اب برودكتس كتيره، سكين كير روتين كتيره. لو انت شاب هيبقى عمال يظهر لك حاجات ليها مثلا علاقه بالجيم، حاجات ليها علاقه بالبلاي ستيشن وبالجيمنج وبكل اهتماماتك، عشان تشتري وتنسى كم اللهو اللي انت كنت بتشوفه قبلها. فالموضوع بقى حرفيا بيكافئ المخ على كسره النفسي، وبيتم تشجيعنا ان احنا نعتمد عليهم بشكل كامل عشان ناخد شعور الدوبامين وشعور المتعه بتاعته. زي ما جون كولين لخصها في اقتباس له، بيقول احنا بنشكل ادواتنا وبعد كده هي بتشكلنا احنا. لما بنيجي بعديها نشوف السوسيولوجي او علم الاجتماع بيقول لنا ايه، بيقول لنا ان في حاله من حالات العقلنه ونزع السحر عن المعرفه. التداخل بين الكسل النفسي وتوفير الاجابات الفوريه من المنصات السوشيال ميديا خلق نتيجه شبه كارثيه للاسف في المجتمع بتاعنا، ولكنها غير ملموسه بشكل كبير، الا وهي تغيير نظرتنا لقيمه المعرفه نفسها. لو هنرجع بالتاريخ لكام سنة، فانت كنت عشان تقدر تعرف معلومة فانت يا بتروح تقرا الجورنال، يا بتدور على كتاب، يا بتدور على سلسلة كتب، وبتبقى صعب انك تلاقيها في مصر او في الوطن العربي بشكل عام، فانت كان بيبقى فيه مشقة في الموضوع. دلوقتي المعلومات بقت متاحة بسهولة، بسهولة جدا. مع ظهور جوجل المعلومات بقت متاحه بشكل اسهل، مع ظهور الاي اي المعلومات بقت وكانها كلها في جيبك. حرفيا تشبيه ان انت بقيت كانك ماشي بمكتبه اسكندريه في جيبك، ده اكتر تشبيه واقعي. ولكن عالم الاجتماع ماكس فايبر اتكلم عن مفهوم العقلنه او الراشوناليزيشن، ونزع السحر عن العالم او الديسنشانتمنت اوف ذا وورلد. اللي تابعني على انستجرام انا كنت عامل فيديو صغير برنت فيه عن الموضوع ده. لما نطبق دوت على وضعنا الحالي بنكتشف ان المعرفه فقدت سحرها وتحولت لشيء وظيفي بحت. انت بتعمل راشوناليزيشن او عقلنه ذاتيه، انسترومنتال، سوري، عقلنه اداتيه، انسترومنتال راشوناليزيشن للمعلومه. ده معناه ايه؟ يعني انت بتتعامل مع اي معلومه ليك كاداه او لينك بتحفظه بتسيفه لوقت ما تحتاجه، مش كفكره محتاج تتاملها وتتامل ابعادها وتفهم هي جت منين وبنيت على ايه. طب هي ممكن تكون مترابطه مع فكره تانية ليها علاقه بايه. طب اروح ادور على الترابط دوت واشوف هل الترابط دوت واقعي فعلا ولا دي مجرد فكره جت في دماغي. طب لو هي مجرد فكره جت في دماغي، انا ممكن اكرس نص ساعه في يومي ان انا احاول اثبت الفكره ديت او اثبت نفيها. فهي ما عادتش مجرد فكره، هي عادت مجرد معلومه بتسيفها ما بتفكرش فيها. فاستكمالا لكلامنا، هي ما بقتش فكرة محتاج تتأملها وتخليها تعيش جوه وعيك وتشكل هويتك، ولكن للأسف السهولة المفرطة خلتنا نتعامل مع الأفكار والفلسفات العميقة كأنها مجرد منتجات على الرف. مش محتاجين نتبناها، مش محتاجين نتأملها، مش محتاجين نعيها، مش محتاجين نبقى واعيين بيها بالمفهوم الفعلي للوعي، إن هو حالة التجربة للمعلومة. كفايه اننا عارفين هي محطوطه فين ونقدر نرجع لها، ومش مهم لما نرجع لها هنشوف هي مرجعها دوت موثوق فيه ولا لا. بيجي بعد كده للزاويه العصبيه لعلم الاعصاب، وعلم الاعصاب هنتكلم فيه على حاجه بسيطه جدا الا وهو تاثير النوم على الذاكره. الدايره بتتقفل هنا وبتتحول لضرر فسيولوجي بسبب المنظومه الاقتصاديه المصممه تخليك تعمل سكرول لحد الفجر والاطول وقت ممكن. ولو انت شخص مضغوط في حياتك ومضغوط في شغلك، فانت اظن عارف الحاله بتاعت ان انت لما بتيجي تدخل تنام انت حاسس ان يومك ما كانش فيه حاجه ليك، فخلاص انا هقعد سكرول شويه عشان استمتع وافصل دماغي. مصدق او لا تصدق، دي مش حاجه انت بتعملها بارادتك، دي حاجه انت تم برمجتك عليها، تم اعاده تاهيل مخك عليها. فبيحصل زي تشويش وتدمير وتخريب مباشر لجوده النوم. الباحث روبرت ستيجولد اثبت ان عمليه تثبيت المعلومات، الميموري كونسوليديشن، ونقلها من الذاكره الشاغله او العامله للذاكره طويله المدى، بتحتاج مراحل معينه من النوم العميق. فاحنا بنقلل جوده نومنا، وبالتالي حتى لو الشويه القليلين، شويه المعلومات القليلين اللي قررنا ان احنا ما نفرغهاش وما نرميهاش
ونقول خلاص هي متسيفه في الحته ديت وقشطه على كده ونحتفظ بيها في دماغنا، بيتمسحوا لان المخ ما لقاش الوقت والبيئه البيولوجيه عشان تثبتها. وخليني اقول لك على حاجه، انا كشخص على طول ماشي بنوت بوك، وعندي كذا نوت بوك سواء في الشغل او جنب الكمبيوتر عندي في البيت او في شنطتي على طول. فكره انك تدون دي ملهاش تاثير قوي ومباشر وضار زي فكره انك تسيف اللينك، لان انت عشان تدون فانت هتقعد تكتب، فوانت بتكتب هتبدا تتامل افكارك وتصيغ افكارك، فانت في نشاط واعي، في كوجنيتيف فانكشنز بتحصل تخليك تتحرك. فما تربطش دي بدي، او ما تقولش طب ما انا لو ماشي وبكتب كل حاجه في ورق انا كده برضو، انت مش لازم تخزنها في دماغك، بس في نفس الوقت مش لازم ترميها بشكل كامل في مساحه معينه. فخلاصه الموضوع في الحته ديت ان انت بقى عندها دايره مغلقه، ان المخ عايز يوفر طاقه، ده المنظور النفسي. فالمنصات او السوشيال ميديا بلاتفورمز بتدينا حلول سريعه بلا مجهود عشان تسرق وقتنا وتبوش اكتر للادز والسبونسر، ده الاقتصاد. فده بيخلينا نحتقر الى حد ما، او نهمل، بلاش نحتقر، نهمل ونقلل من فكره المعرفه والمعلومات ونتعامل معاها كاداه خارجيه، ده علم الاجتماع اللي بيقوله لنا. وفي الاخر بنفضل نسكرول فنبوظ نومنا، فقدرتنا البيولوجيه على الحفظ بتضعف اكتر، ده العصبي. فبنضطر نعتمد اكتر واكتر على التكنولوجيا عشان نعوض الضعف ده. الدايره ديت بتشرح المشكله جايه منين، او بتشرح المشكله ذات نفسها، ولكن من وجهه نظري المتواضعه والحقيره ان في حاجه اخطر بتظهر لما نفهم ازاي الدايره ديت ولدت عندنا او ولدت عندنا وبقت عندنا، وكونت عندنا وهم كامل باننا عارفين كل حاجه لمجرد ان الموبايل في جيبنا. وفي فرق شاسع بين المعرفه والادراك والوعي، واحنا للاسف دلوقتي، وده اللي احنا هنتكلم فيه، ان بقى في حاجه اسمها illusion of explanatory depth، او وهم عمق الشرح. ده صاغه الباحثان ليون روزنلبت وفرانك كيل سنة 2002 الظاهرة ديت، واللي بتشرح ازاي ان امتلاك الأداة بيدينا شعور زائف بامتلاك المعرفة. تاني، امتلاك الأداة بيدينا شعور زائف بامتلاك المعرفة. فكرة ان في AI او في فكرة ان في جوجل سكولر حتى عليه كل الابحاث العلمية، فانا بقى عندي شعور زائف بان انا بقيت عارف الابحاث دي، عشان عارف ان انا لو عايز اعرفها فانا اقدر اروح اعرفها. فعقولنا بقت بتفشل في انها تفرق بين ان المعلومة متاحة في العالم الخارجي، وبين انها جزء من البنية العصبية لدماغنا، والحاجة اللي احنا اكتسبناها ومرينا بحالة وعي تجريبي خلتنا ندركها. لو هنتكلم كمثال عملي في الشغل، لما بتتسأل عن موضوع فبتحس بثقة شديدة ان انت عارفه، لمجرد انك تقدر تسيرش عليه في 30 ثانية على شات جي بي تي، بس خلاص انت بقيت عارف الموضوع ايه، فانت مش محتاج حتى تقول انك مش عارفه عشان تسمع من اللي قدامك هو ايه. لكن لو اتطلب منك تشرحه فورا بدون شات جي بي تي، بدون ما تروح تعمل سيرش، بتهنج، بتثبت مكانك، لانك تفتقد وجود المفاهيم ديت، وتفتقد ترابطها جوه ذاكرتك والامثله اللي تحضرك من تجربتك ومن قراءتك. ده اول مشكله حاصله بسبب الموضوع ده، وهم عمق الشرح. اتمنى تروح تقرا عنه اكتر، لانه كانت حاجه من اكتر الحاجات الممتعه اللي قريت عنها في اخر فتره. بيجي بعديها وهم تاني، الا وهو الذاكره التبادليه وتاثير جوجل. مفهوم الذاكرة التبادلية أو الترانزاكتيف ميموري لدانيال فيجنر سنة 1987 بيوضح إن المجموعات البشرية بتوزع الذاكرة بين الأفراد. بتوزع الذاكرة إزاي؟ لو هنتكلم على الديناميك الأسري بتاع العيلة، أنت عارف إن أنت أمهاتنا عارفين المطبخ كل حاجة فيه فين. الأب هيبقى غالبا عارف أنت لو عايز تصلح أي حاجة فالأدوات محطوطة فين، والحتة اللي كنا هنستخدمها في حاجة بس ركناها عشان ممكن تفيدنا في حاجة تانية، فهو عارف العدة كلها محطوطة فين. دايما هيبقى مثلا اخوكي هيبقى عارف باسورد الواي فاي وعارف كل حاجة عن التكنولوجيا والاجهزة اللي في البيت. الاخت مثلا هتبقى عارفة ادوات التجميل هتبقى محطوطة فين. كل حد في العيلة بيبقى مسؤول عن جزء ليه علاقة بذاكرة العائلة الجماعية. بتلاقي دايما في بتبقى اكبر مسؤولية البنات ان هي عارفة اعياد الميلاد، وده عيد ميلاده امتى ودي عيد ميلادها امتى من العيلة. فانت
كل شخص في العيله مش محتاج يفتكر كل حاجه، بس كل شخص في العيله بشكل تلقائي بيبقى عارف الشخص التاني فاكر ايه. قيس على دوت بقى في شله الصحاب، قيس على دوت في الشغل، قيس على ده في حياتك الفرديه. انت بتبقى عارف انت كاتب ايه فين، او انت بتبقى عارف انت مدون ايه فين، او حتى مسيف ايه فين. لو انت شخص منظم السيف ليست بتاعتك وعارف انت بتعمل ايه. فدي فكره الترانزاكتيف ميموري. في 2011 نشرت باحثة اسمها بيتسي سبارو بالتعاون مع دانيال فيجنر دراسة في مجلة ساينس بعنوان تأثير جوجل على الذاكرة. اكتشفوا ان لما العقل بيدرك ان المعلومة هتفضل محفوظة على الكمبيوتر، بيختار يحفظ مسار الوصول للبيانات بدل ما يحفظ المحتوى ذات نفسه او المعلومة نفسها. ونتيجة لده نشر فريق بقيادة جوزيف فيرث سنة 2019 مراجعة أثبتت إن الاستخدام المزمن للإنترنت بيغير الكوجنيتيف فانكشنز للاتنشنز والميموري بتاعتنا أو وظائف الانتباه والذاكرة. وده اللي وصفه بعد كده أو كان وصفه قبل كده نيكولاس كار سنة 2008 باقتباس بما معناه إن الإنترنت بياكل قدرتي على التركيز والتأمل ستيب باي ستيب. تاني، فاحنا لازم نبقى فاهمين انه فكرة ان احنا بنستخدم ال AI بشكل يومي او بنستخدم جوجل بشكل يومي، ده عدل النيوروبلاستيسيتي الى حد ما بتاعت مخنا. ان هي بدل ما بقيت بتتعامل مع المعلومة على ان هي حاجة انا محتاجة احفظها بعد كده، الدماغ بقى تدخل في حالة او في جزء اللاوعي بتاع المخ، هي المعلومة ديت تصنف في انهي كاتيجوري من المعلومات فهحفظها هنا، والمعلومة ديت ليها علاقة بشوية المعلومات ديت فدول مترابطين في الحتة ديت. واللي منكم كان اتفرج على المسلسل بتاع شارلوك هولمز او سمع عن الميموري بالاس او قصر الذاكرة، فهو عارف ان دي وظيفة فعلية في الدماغ. بس لما بندرب مخنا على عكس كده، الا وهو خلاص انا عارف ان انا المعلومه ديت سيرشيت عليها في شات جي بي تي فهي موجوده في الشات دوت، او انا المعلومه ديت موجوده في المقاله ديت فانا خلاص عارف ان هي هناك، او انا سهل عليا سيرش على كلود واعرف المعلومه ديت. فانت ما بقتش بتفتكر المعلومه، انت بقيت بتفتكر المعلومه محطوطه فين. فانت لو قاعد محطوط في مشكله دلوقتي وعايز تتامل فيها او عايز تحلها، فانت ما عندكش المعلومه في دماغك، انت عندك المعلومه محطوطه فين. ده طبعا هياخدنا لمشاكل كتير، ان لو حصل والمعلومات دي كلها الانترنت حصل فيه مشكله، النور قطع، انت هتجيب معلوماتك منين؟ فهنا بتظهر المشكله الحقيقيه، ان الشريك الرقمي دوت مش انسان هيبني معاك فكره. هو مش فرد من العيله انت عارف ان هو عنده المعلومه فانت هتروح تساله فهو يقول لك المعلومه فانت تحتفظ بيها عشان ما تبقاش بتساله تاني. هو اكتر صياغه ممكنه واقعيه ليه هو مخزن سلبي. عشان كده قبل ما نقول ازاي نكسر الدايره المفرغه ديت وندخل في البروتوكولات بتاعتنا، محتاجين نفهم الفيزياء البيولوجيه اللي مخنا بيبني بيها الذاكره اصلا. ده جزء ممتع جدا، فسيب الورقه والقلم لو انت بتكتب او لو انت كنت بتدون الجزء اللي فات، خلينا ندردش دلوقتي بعد كده ارجع له. انا هنا مازج الفيزياء بتاعت الذاكره مع بروتوكولات التعافي المعرفي. بس نبدا. اول حاجه الاساس البيولوجي، او في الاساس البيولوجي في قانون اسمه هيبز لو اند ميلانيشن. سنه 1994 صاغ عالم الاعصاب دونالد هيب قاعدته الشهيره ان بتقول بقى معناه neurons that fire together wire together، الخلايا العصبيه التي تنشط معا ترتبط معا. عمليه الاستدعاء الذاتي للمعلومه بدون السيرش السريع مش مجرد حركه اراديه، ديت عملية بيولوجية بتستهلك جلوكوز لإنتاج مادة المايلين اللي بتغلف المسارات العصبية وتخلي استرجاع الأفكار أسرع وأدق. فالمجهود اللي بتبذله عشان تفتكر هو اللحظة الحرفية اللي مخك بيبني فيها الذاكرة. اللي كان شاف فيديوهات الفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن العادات وازاي تكون عادة من منظور علم الأعصاب الفعلي، والفيديو دوت تاني جزء كبير من المعلومات اللي فيه زي اي فيديو انا بعمله هي مش معلومات بتاعتي انا، ولكن هي كنت جايبها ساعتها من اندرو هيبرمان وعملت لها شبه اعاده صياغه زي الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. فاي حد حتى قرا شويه في النيورو ساينس فعارف ان المسارات العصبيه في المخ هي بتتعامل سوا. فانت لو كل يوم بتاخد الطريق الف ب لشغلك، فانت هيبقى اسهل طريق على مخك بعد كده هو الطريق الف ب. ولكن لو في طريق اسهل هو ليتس سي هو الف د وانت مش بتتحرك في الطريق ده،
فالطريق دوت لما تبدا تتحرك فيه هيبقى اصعب. هيبقى اصعب انك تلاقي المواصلات بتاعته، انك تعرف مواعيد المواصلات بتاعته، انك تبدا تسيستم حياتك عليه. دي نفس الفكره في حياتنا كلها حرفيا. انت لو عايز تعود نفسك على اي حاجه فانت لازم تبقى فاهم دايره حياتك اليوميه التلقائيه اللا اراديه، عشان منها تبدا تعرف ازاي تحشر الحاجات اللي انت عايز تعملها، اللي انت عارف ان هيبقى فيه منفعه عليك ليها. لازم تبقى فاهم ان الموضوع في الاول هيبقى متعب وهيحتاج مجهود وهيحتاج شويه وقت، بس دي نفس الفكره. neurons that fire together wire together. بناء على علوم الادراك او الكوجنيتيف ساينس هنحول الفيزياء ديت لثلاث بروتوكولات عمليه انا بستخدمها بقالي فتره بتنجح معايا. ولكن لازم تبقى عارف زي ما انا قلت في الاول، انا وانت واحد. انا انسان وانت انسان، انا عندي مشاكلي وحياتي وكعبلتي وروتيني اللي بيتصلح ويبوظ، وانت عندك مشاكلك وحياتك، واحنا الاثنين عندنا مسؤولياتنا. فلازم تبقى فاهم ان الحاجات ديت لما بنيجي نعملها هي ما فيهاش كماليه، وما فيهاش هنعملها يا ما نعملهاش. احنا بنعملها باكبر قدر ممكن كل يوم بقدر استطاعتنا كل يوم. بس اول بروتوكول حاجه اسمها اكتيف ريتريفال بروتوكول او الاسترجاع النشط. الاساس العلمي اللي مبني عليه انه اثبت جيفري كاربياك وهنري روجر، دول عالمين مشهورين، في مقاله نزلوها في مجله ساينس سنه 2008، ان محاوله استرجاع المعلومه من الذاكره بتقوي المسارات العصبيه اضعاف مقارنه باعاده قراءتها. يعني انا دلوقتي قريت السكريبت دوت كله جزء منه، وانت وانا بكلمك فيه اخدت بالك ان انا ما كنتش بقرا من هنا. انا كنت بقول لك ليه، لان انا كنت بسترجع المعلومه. فده هيخليني كمان اسبوع انا لسه قادر افتكر المعلومه، زي ما انا كنت لسه قادر افتكر المعلومه بتاعه علم الاعصاب في تكوين العادات. ليه؟ لان انا بحاول استرجعها بدل ما اروح اقراها. فالتطبيق اللي انا بعمله على الموضوع دوت ان انا لما باجي اقرا اي مقال حاليا او اتفرج على اي فيديو مفيد، بعد ما بخلصه بلخص انا استفدت منه ايه. بخلص الفيديو، بخلص المقالة، وبكتب أهم 3 أفكار طلعت بيهم من ذاكرتي بس. فالجهد ده هو اللي ساعدني بعد كده إني أفهم إن أنا كده بعيد تشكيل أو ببني المايلين اللي إحنا لسه متكلمين عنها، اللي هي بتعيد تكوين وبتعيد تعزيز النواقل العصبية في تثبيت المعلومة. طبعا انا محتاج اقول لك ان انا بعاني من مثاليه قذره. فانا بعد ما بخلص ان انا كتبت الحاجات اللي انا استفدت منها، فبقوم جاي رايح على اي انا بحب استخدم اي جوجل ستوديو، فبقوم جاي رايح كاتب عليه الفيديو وساله شويه اسئله وقايل له الحاجات اللي انا استفدتها، واقول له هل في حاجات تانية انا ممكن استفيدها ولا لا. فتوازن. البروتوكول الثاني الا هو بروتوكول الاحتكاك المعرفي المعتمد او الكوجنيتيف فريكشنال بروتوكول. ده بيقول لك يا صديقي العزيز الاساس العلمي بتاعه ان التعلم الحقيقي بيحتاج صعوبه مرغوبه desirable difficulty. لما بتدور على جوجل في نفس الثانيه انت بتلغي عمليه التفكير. تاني، العلم بيقول لنا ان في حاجه اسمها desirable difficulty، مقدار من الصعوبه المرغوبه، لان ديت اللي بتعزز النواقل العصبيه في مخنا ان هي تحتفظ بالمعلومه. تمام. فالتطبيق دوت ليه قاعده اسمها قاعده ال10 دقائق، ان انت لو نسيت اسم مصطلح او تاريخ او معلومه في ايا كان انت بتعمل ايه دلوقتي، صعب او وقف نفسك لمده 10 دقائق عن انك تروح تسيرش عليها. سيب ذاكرتك الدلاليه اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول تدور. المجهود ده بيخلي مخك في حاله استعداد برايمنج لاستقبال المعلومه. وساعتها لما هتستقبل المعلومه سواء بعد ال10 دقائق دول لو ما قدرتش توصل لها ولا لا، انت مخك هنا بقى في حاله التريشن وفي حاله برايمنج، هو متاهب للمعلومه. فونس انك تروح تسيرش عليها وتفتكرها، صدقني بنسبه كبيره، انا عشان مش فاكر الدراسه دلوقتي فمش عايز اهبد اي نسبه مئويه وخلاص، ولكن بنسبه كبيره انت هتلاقي نفسك انك بعد كده بقيت قادر تفتكر المعلومه لان بقى ليها موقف مصاحب ليها. تالت بروتوكول والاخير معانا التباعد والتشابك او spaced and interleaved بروتوكول. الاساس العلمي ان في عالم اسمه نيكولاس سيفيد سنة 2006 أكد إن المخ بيدمج المعلومات في الذاكرة طويلة المدى بشكل أفضل لما يتم التعرض للمعلومة على فترات متباعدة. لو هناخد الموضوع ده ونطبقه، أنا مثلا دلوقتي لما باجي أكتب سكريبت أنا مش ببقى عارف كل الكلام ده، أنا بروح أسيرش عليه. بس أنا بدل ما كنت الأول مثلا بسيرش عليه في يوم، بعد كده باخد المصادر وأتأكد إن المصادر ديت مفيش حاجة بتنفي كلامها، فخلاص الكلام دوت أقوى شيء علمي موثوق فيه دلوقتي، فابدا اصيغ السكريبت. لا،
انا عشان اسهل على نفسي، ودي حاجه انا حتى لسه بطور فيها مع نفسي دلوقتي، عشان انا مش مرتاح لفكره ان انا ببقى قاعد بقرا من سكريبت. انا عايز ابقى موصل لك شعور ان احنا قاعدين سوا، وواصل لي شعور ان احنا قاعدين سوا لما انت تعمل لي كومنتات وتقول لي خد بالك انت عملت كذا وبتاع والكلام الجميل دوت. فدي حاجه انا بنميها فيا. المهم ايه هي؟ ان انا قريت مقال كتبت ملاحظات عنه، فبقوم جاي مراجع الملاحظات ديت لمده 10 دقائق النهارده، وباجي بكره براجعها تاني، وباجي بعده براجعها تاني، وفي كل مراجعه بقعد اضيف عليها. فلو هديك قاعده عشان انت مش محتاج تعمل دوت بشكل يومي، القاعده كانت بتقول ايه؟ ان انت بتراجع الملاحظات بتاعتك بعد اي معلومه انت اكتسبتها او عرفتها خلال 10 دقائق النهارده، وعلى مدار 10 دقائق النهارده هتيجي بعد، و10 دقائق هتيجي بعد يومين تراجع 10 دقائق تانيين، وبعد اسبوع هتراجع 10 دقائق كمان. وفي كل مره اسال نفسك ازاي المفهوم دوت بيتقاطع مع حاجه تانية انا بطبقها او معلومه تانية انا اكتسبتها. ده بيجبر المخ يبني شبكه قويه من الذاكره التبادليه الداخليه. البروتوكولات ديت بتغير فعليا فيزياء المخ بتاعتنا، زي ما اثبتت دراسه بوجدان دراجن ساكي، الاسامي بتبقى صعبه قوي، في 2004، ان المخ بيتغير وكثافه الماده الرماديه بتزيد مع التمرين. وعشان نسهل التطبيق دوت من بكره، خلينا نلخص كل دوت في 3 اسئله نقدر نسالها لنفسنا دلوقتي، ونقدر نكتبهم ونسالها لنفسنا فعليا دلوقتي، وطبقها على الفيديو دوت، وحاول تكتب لي التطبيق دوت في الكومنتات كان عمل ايه. اول سؤال: هل انا فعلا مش عارف الاجابه، ولا بس مستعجل ومش عايز افكر ثانيتين؟ لان انت اكيد دلوقتي قريت عنوان الفيديو اللي هو هيبقى ليه حاجه ليها علاقه بالذاكره، او حاجه ليها علاقه باللي هو فكك من الذاكره او فكك من التعفن الدماغي وتعالى نرجع للذاكره بتاعتنا. فانت ده توبيك همك، فاكتب دلوقتي هل انت فعلا مش عارف اجابه التوبيك دوت قبل ما تشوف الفيديو وبعد ما وصلت له، ولا انت بس مستعجل عشان مش عايز تفكر ثانيتين. وده قيسه على اي موقف انت بتتحط فيه، انت بتبقى بتحاول تفتكر معلومه. تاني سؤال: بعد ما الاقي المعلومه هل هفضل فاكرها ولا هنساها بمجرد ما اقفل الشاشه؟ بعد ما توصل للمعلومه انت خلاص قريتها وقفلت الموبايل 10 دقايق، وحاول تفتكر هل انت فاكرها ولا نسيتها. تالت سؤال: هل انا بستهلك محتوى ولا بستدعي معلومه اتعلمتها بالفعل؟ وده النداء اللي انا بقعد انادي بيه كتير في كل الفيديوهات اللي انا بعملها، سواء الطويله او القصيره، او سواء المقالات اللي انا بقطع فيها بشكل جامد على سب ستاك، اللي هو ارجوك ما تقعدش تستهلك. بصوا يا جماعه، الاستهلاك في الاول في الاخر واحد. في استهلاك بيبقى مضر، ان انت قاعد بتشوف شورتس ملهاش لازمه، او حتى لو شورتس مفيده، ده استهلاك قصير المدى سريع المفعول، بيديك شويه دوبامين بيحسسك ان انت بقى عندك معلومه، وبقيت فاهم كارل يونج بيعمل ايه وقال ايه، وبقيت فاهم نيتشه والفلسفه بتاعته، وبقيت فاهم معضله جلجامش، وبقيت فاهم الكوانتم فيزيكس في انترستيلر اتشرحت ازاي، والابعاد الفلسفيه والشرح الفلسفي اللي كان موجود في فيلم تينت. كل ديت معلومات قشريه. لو جيت اكلمك بعديها عن هو ايه اللي خلى فريدريك نيتشه يبقى فريدريك نيتشه، ايه اللي خلى حد زي البير كامو يبقى كالبير كامو، ايه الضجه اللي كانت حاصله فعلا على مصطفى محمود، ليه في ضجه حاصله فعلا على الشيخ الشعراوي، وهل هو صح ولا غلط، ولما نيجي نقول هل هو صح ولا غلط هنتكلم عنه بأني معيار، ولما نيجي نتكلم عن اي عالم هنتكلم عنه بأني معيار. فالسوشيال ميديا بقت بتبخ في وشنا معلومات تدينا شعور بان احنا بقينا مثقفين، وبقى في حاله من من الرومانسيه الفكريه لفكره انك تكون شخص مثقف. فده خلى الثقافه ذات نفسها بقت ثقافه قشريه. انا واحد من الناس المحبه جدا لفيروز والقهوه من قبل ما فيروز والقهوه تبقى ترند، واتنفخت جدا لما بقت ترند، لان بقى في ناس كتير بتعملها. فانا لما بقيت باجي اعملها لنفسي، لقيت نفسي انها بقت محطوط في كاتيجوري ان انا بعملها ترند. انا واحد بيحب علم النفس، وقعدت اتفرجت على المحاضرات، كل المحاضرات بتاعت جامعه هارفارد عن الدبريشن والمراحل بتاعت الدبريشن، وقعدت سنين متقطعه بقرا في علم النفس. مره واحده علم النفس بقى ترند، فبقى اي حد يقدر يشخص نفسه لمجرد ان هو شاف فيديوهين على انستجرام بيقول لك ان انت عندك ADHD لو انت قاعد بتعمل بايدك كده كتير، او لو انت مش قادر تفتكر الحاجه ال5 دقائق. جماعه احنا بقى سهل علينا جدا بقدر المعلومات السطحيه اللي احنا بنتلقاها ومش قادرين نربطها ببعضها، ان احنا نقول ان احنا بقى عندنا 100 مليون مشكله وما نواجهش ولا مشكله منهم. ده اللي انا بحاول اعمله معايا ومعاك.
ان احنا نواجه المشاكل ديت. فاللي انا عايز اقوله ان انا دايما بناشد ودايما بطالب اي حد بيسمعني بيكلمني بيتفرج عليا بيسيب لي رساله، بيسيب لي كومنت، بيبعت لي اي حاجه، ان ارجوك انت ما تدورش على معلومه لاجل ان انت قاعد فاضي. الموضوع ممتع، الموضوع مسلي، والموضوع مفيد ان انت يبقى وقت تسليتك انك بتدور في المعلومات، ولكن ما تدورش عليها على انستجرام، ما تدورش عليها على اماكن بتديك قشور المعلومه وخلاص. ولو هتاخد قشره المعلومه فحاول ان انت بنفسك تخربش تحتها شويه، ولكن الافضل والاحسن من كل دوت ان انت تدور على المعلومه هي جت منين، ودور على المعلومه بناء على سؤال انت عايز تعرفه، انت عايز توصل له اجابه. انا قعدت فتره ممتعه في حياتي بحاول افهم الامثال الشعبيه ديت جت منين. فهل انت عارف مثال مثلا زي ما جابت الرغاب لامه جايه منين؟ او يخلق مش شبه 40 ده جايه منين؟ او رجعت ريما لعادتها القديمه جايه منين؟ كل دي حاجات احنا بنقولها وبنسمعها بشكل تلقائي، بس مش عارفين هي جت منين، فاحنا مش عارفين قصتها ايه. لما بتعرف قصتها بيبقى ليها طبقه من الجمال كده اضافيه. فلما تبقى عارف معاناتك وتعبك ده جاي منين، بيبقى ليه طبقه اضافيه من الجمال. انت بقيت فاهم انت ايه، انت بقيت فاهم انت ايه، وبقيت فاهم احتماليه ايه ديت مرتبطه بايه، وبقيت فاهم انت معاناتك دي عايز تختار منها ايه، عشان المعاناه ديت دافيه وبتحسسك بجزء انساني فيك، فهحتفظ بيها مش مشكله، طالما مش هاذي بيها ناس ولا هخليها تاثر على نفسي فقشطه. وجزء تاني من المعاناه ديت هابقى فاهم انا لما اجي اصلحها انا محتاج اروح اصلحها فين، محتاج اروح لاخصائي نفسي يساعدني على ان انا اعدل سلوكي، ولا محتاج اروح لدكتور نفسي اقول له ان انا شاكك ان انا عندي خلل في كيمياء المخ وبيجي لي مثلا هلوسات سمعيه وبصريه، او عندي تاثير قوي من موقف حصل في حياتي بس انا مش قادر افتكر الموقف دوت، فساعدني. وعيك بوعيك ده اللي هيخليك تفهم صورتك عن نفسك ايه، وصورتك عند الناس عن نفسك ايه، فتبدا تحاول تحسن من صورتك عن نفسك، لان صدقني صورتك عند الناس دي ملهاش اي اهميه. فكل اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ان الفكره كلها مش فكره ان انت عندك تعفن دماغي، او ان انت عندك ADHD، او ان انت عندك اكتئاب، او ان انت عندك انكزايتي، او ان انت عندك خلل من اي انواع الاخلال او جمع خلل ايه، خلال. اتمنى يكون ده الجمع الصح. جمع كلمه خلل هو خلال، مثل جبل وجبال، وقد توجد توجد المعاجم اللغوية المعنى بمعنى الفرجة أو الفساد والضعف. ماشي، إن أنت ما يبقاش عندك أي نوع من أنواع الخلال النفسية. فأنا مش بقول لك اقفل السوشيال ميديا، أنا مش بقول لك مش هقول لك كلام أنت سمعته كتير زي إن أنت في حالة إثارة ذهنية كتير، أوفر ستيميوليشن لدماغك كتير. أنا بحب الجزء دوت في كل فيديو دلوقتي، لأن ده الجزء اللي أنا إن شاء الله بعد كده فيديوهاتي هتبقى مكونة من كده، إن أنا طالع بقول لك إن أرجوك معاناتك في النقطة ديت مش جاية من عامل خارجي، هي جاية من إن أنت سايب نفسك للعوامل الخارجية، وسايب نفسك إنك تاخد العوامل الخارجية دي كشماعة عليك. بس أخيرا وليس آخرا، عشان أبقى زي ما بدأت أعمل فيديو أختمها بالسكريبت، السلسلة ديت أنا كنت ناوي أسميها سلسلة هندسة التفكير، بس الاسم دوت مبتذل جدا. فالمهم إن في السلسلة ديت الخيط ممتد بين الحلقات الأربعة اللي إحنا اتكلمنا عنها. التفكير السليم مش موهبة فطرية، بل عادات وأدوات قابلة للتعلم والتمرين زي العضلة تماما. التكنولوجيا أداة عظيمة بتخدمنا، بس بشرط إننا ما نتحولش إحنا ذات نفسنا أداة. فخلينا نحاول نحافظ على لياقتنا الذهنية، ونحاول نقاوم الحلول السهلة. وإن شاء الله أشوفكم في السلسلة الجاية، وخليني أشارك معاك إحنا فاضل لنا إيه قبل ما أبدأ أطلع أتكلم في مواضيع حياتية يومية عشوائية من منظور علمي. إحنا الحمد لله لو هتكلم بقى على السلسلة اللي أنا كنت مدونها، فعلا إحنا اتكلمنا على الدليل التشغيلي الداخلي بتاعنا، أو التفكيك النفسي والعصبي للمخنا بأكبر قدر ممكن. بعد كده اتكلمنا على موسوعة التشوهات المعرفية، بعد كده التشوهات الإدراكية وعدسات الرؤية، والتشوهات وحلقات الفخ السلوكي. بعد كده اتكلمنا على التشوهات المجتمعية والجمعية. بعد كده اتكلمنا على التفكير النقدي وتقصي الحقائق، واتكلمنا على الاستدلال الاستنتاجي والاستقرائي، واتكلمنا دلوقتي على التفكير المنظومي مقابل التفكير لا ده كان الفيديو اللي فات، التفكير المنظومي مقابل التفكير الخطي، انا نسيت اعمل عليه هايلايت هنا.
ودلوقتي اتكلمنا على الذاكره التبادليه وتاكل الدماغ الرقمي. هتقول لي ايه لازمه كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دوت؟ هقول لك ان يا صديقي العزيز، انا اخر فيديو عندي في السلسله دي هتكلم فيه هيتكلم على المرونه النفسيه كتعريف نهائي للسواء النفسي. فانا قبل ما اقول لك ده لازم اكلمك عن ايه. يعني تعال ناخدها من ورا لقدام. انا عايز اقول لك انا وانت ازاي نبقى بني ادمين اسوياء نفسيا. فانا محتاج اكلمك في السايكولوجيكال فلكسبيليتي والاكتن ريزيلينس، اللي هو المرونه النفسيه كتعريف نهائي للسواء النفسي. قبل ما اكلمك في دوت انا لازم اكلمك في ان انت فرد، ان انت انسان. فلازم اكلمك في فكره التفرد والتكامل النفسي، الاندفيدواليشن والشادو من كارل يونغ. طب قبل ما اكلمك في التفرد عشان اقدر اكلمك في السواء النفسي، محتاج اكلمك في ايه؟ في ان انت انسان كامل الوظيفه، وايه هي الوظائف بتاعتك في the fully functioning person. ده كان اتكلم فيه العالم كارل روجرز. قبل ما اكلمك في ده لازم نشرح يعني ايه انسان، وده اللي هو ليه برضه مسمى علمي the biopsychosocial model. قبل ما اكلمك في ازاي نشرح او يعني ايه انسان، لازم اكلمك في احتياجاتك، وده اللي اتكلم فيه ماكسويل في هرم الاحتياجات. فدول 4 حلقات لوحدهم. من اعلى الهرم تحقيق الذات، المنصه او البلاتفورم اللي تحتيها التقدير ومصيده الانا، اللي تحتيها الانتماء والحب في مجتمع ترابطي، اللي تحتيها القاعده البيولوجيه والامان العصبي. قبل بقى ما اكلمك في احتياجاتك، ما انا لازم افهمك انت هتفتكر كل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دوت ازاي، وانا بفتكر كل الكلام اللي احنا هنتكلم فيه ده ازاي. فلازم اكلمك في الذاكره، تمام؟ وعشان بعد ما بتفتكر كان لازم يبقى عندك اساس تاني، عشان وانت بتاخد المعلومات اللي جايه دي كلها منها المعلومات اللي احنا قلناها دلوقتي، ان انت بتفكر ازاي. فايه الفرق بين التفكير المنظومي والتفكير الخطي؟ وايه هو السيستم ثينكينج او السيستماتيك ثينكينج؟ وقبليها عشان تبقى فاهم يعني ايه سيستماتيك ثينكينج وتقدر تاخد المعلومه ديت صح، كان لازم تبقى فاهم يعني ايه استدلال، وازاي بتعرف المعلومه ديت صح ولا لا. فكان لازم نتكلم في الاستدلال الاستنتاجي والاستدلال الاستقرائي. وقبل الاستدلال لازم اكلمك في فطرتنا في النقد وتقصي الحقائق، ان انت لما تشوف معلومه تقول عليها دي صح ولا غلط. فكان لازم اكلمك في التفكير النقدي وتقصي الحقائق. وكان قبليهم دول بقى كلهم كان لازم اكلمك في كعبلتنا كبني ادمين في التشوهات المعرفيه. والتشوهات المعرفيه على فكره كانت ممكن كلها تخلص في فيديو واحد، بس انا اكلمك حبيت اكلمني واكلمك بالبلدي واقسمها اللي من وجهة نظري ان هي في التشوهات المعرفيه الاساسيه اللي هي الكوجنيتيف ديستورشنز، بس بعد كده في البروسيجر او اللي هو التشوهات الادراكيه، بعد كده في الحاجات اللي بتخلينا نقع في السلوكيات ديت تاني، بعد كده في بقى المجتمع وتاثيره علينا في التشوهات ديت كلها. وكان قبل بقى ما اكلمك في كل التشوهات ديت لازم اكلمك في شويه اساسيات اللي احنا قعدنا هرينا فيهم حبه، اللي هو ازاي تبقى واثق من نفسك، وايه هي يعني ايه ثقه بالنفس، والسلسله اللي كانت قبل ديت عشان دي كانت قبل ما انظم السلسله ديت كلها. فانت فاهم بقى انا ليه يعني ده اوف سكريبت. انا اعتقد مثلا في حوالي تلت ساعه دلوقتي اتسجلت اوف سكريبت. فانت انتظرني ان احنا بعد ما نسجل السلسله دي كلها هنبدا نقعد ندردش اوف سكريبت كتير. لو انت وصلت معايا لاخر الفيديو انا بحبك، انا بحبك لله وبحبك لنفسك وبحبك لان انت انسان مجتهد وبتحاول تجتهد وتسعى. مش بحبك عشان اي حاجه تانية، انا بحبك حب مشروط بالشرط ده. اتمنى بجد اشوفك في الكومنتات، اتمنى بجد اشوفك على انستجرام، اتمنى تساعدني ان احنا نوصل المحتوى دوت للناس اللي محتاجه فعلا. سواء المحتوى دوت هيوصل النهارده، هيوصل كمان سنه، هيوصل كمان 10 سنين، انا مش فارقه معايا. انا المهم ان الشخص اللي فعلا بيحاول يساعد نفسه يقدر يساعد نفسه، ولعل وعسى ويا رب يجعلني اداه في الارض ان الكلام دوت يوصل للشخص اللي عايزه. اخر حاجه كنت عايز اقولها لك يا صديقي العزيز، غير ان انا اتمنى اشوفك في الكومنتات واتمنى اشوفك على انستجرام، كنت عايز اقول لك ايه يا ابن الحلال؟ اشرب ميه كتير، دي اهم حاجه. بجد كان في حاجه انا حاسس ان كان في حاجه مهمه قوي كنت عايز اقولها. امم انا دلوقتي حابب فكره ان احنا نتفاعل سوا. كان في جروب كنت عامله كده ورامي اللينك بتاعه لسه موجود بابليك، بس يعني دعبس شويه عقبال ما تلاقيه، وهسهل لك الموضوع هتلاقيه في مكان ما على يوتيوب. فكنت عامل لينك ده وكنت اكتف مع الناس، واحنا لسه يعني احنا بنحب بعض في الله برضه هناك، فبنinteract مع بعض شويه. بس انا كنت بفكر فكره ان اطلع لايف. ليه؟ عشان ندردش سوا.
انا من اسكندريه، لو في حد بيتفرج عليا من اسكندريه اتمنى نقدر نتقابل. ولكن هل تفضل فكره ان احنا نطلع لايف او لا؟ دي اول نقطه. لو قول لي تفضل نطلع لايف على انستجرام ولا على يوتيوب؟ لان استحاله اطلع لايف على تيك توك، استحاله. عندك يوتيوب وعندك اسمه ايه ده، انستجرام بس. آه ادعوا لي، انا بفكر اخد دبلومه علاج معرفي سلوكي، وبعد كده اروح اخلص الحوار في النقابه عشان اقدر امارس المهنه، وابقى اخصائي نفسي ومعالج نفسي، ويبقى معايا على الاقل رخصه مزاوله المهنه. وبعد كده بقى تبدا رحلتي ان انا اخد سلسله كورسات كتيره طويله وكتب كتيره، عشان فعليا انا عندي معضله رخمه في فكره ان محتوى علم النفس اللي بيتم مشاركته بحس ان بيتحط فيه هو الا شخص واحد، دكتور عماد. باقي الناس بحس ان هي دكتور عماد، وفي كان واحد تانية بتظهر لي على انستجرام وتيك توك كتير لطيفه جدا. دول الناس اللي انا بحس ان هم فعلا بيحطوا مجهود في ان هم ياخدوا العلم الغربي ويحولوه لثقافتنا العربيه بشكل عملي، مش بشكل كلام مرمي في الهواء. فبس طولت عليك. اشوفك في الكومنتات ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.